عايزين الكابتن بيبو يتدخل لتجديد وتمديد عقد قفشه ومنع رحيل قفشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم فيديو جديد على قناة استاد الأهلي. قبل ما نبدأ عايزين ندعو لإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب. الوضع الأيام دي شديد، فندعو ليهم وندعو لإخواتنا في السودان. مكوينة يوقع موافقة للنادي الأهلي، وباقي بس إنهاء التفاوض مع نادي صن داونز للحصول على خدمات اللاعب. والموضوع ده محتاج تدخل الكابتن محمود الخطيب علشان ينهي الاتفاق الكامل مع صن داونز. صن داونز متمسك باللاعب، اللاعب متمسك بالرحيل عن صن داونز، وعايز يروح النادي الاهلي وموافق يروح النادي الاهلي ويوقع رغبه للنادي الاهلي. وباقي الكابتن محمود الخطيب انه يتدخل شخصيا مع رئيس نادي صن داونز لانهاء الصفقه. الخبر الثاني جاي عروض لكهربا ولقفشه ولطاهر محمد طاهر ولخالد عبد الفتاح وكولر. يعني قال انه الرد يكون بعد مباراة بيراميدز. يدي بقى النهارده كان في اجتماع، طبعا الكلام ده النهارده كان في اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع كولر ولجنة التخطيط، وما حضرش وكيل كولر. الناس بتقول ان وكيل كولر حضر، لا ما حضرش. كان جاي انه جايب كام لاعب يعرضهم على لجنة التخطيط وعلى كولر علشان يشوفوا انه ممكن ياخدوا منهم، وجايبهم من الدوري الاوروبي. وده شيء يعني مستبعد لان الرواتب عاليه جدا. انت يعني عايز تنزل بسقف الرواتب في النادي الاهلي، فازاي هتوفق ان انت تاخد لاعب من اوروبا؟ يعني هيكون الرقم كام؟ يعني تخيل يعني ممكن يكون الرقم كام. فجاي عروض زي ما قلت لحضراتكم، جاي عروض لكهربا وقفشه وطاهر وخالد عبد الفتاح. انا بقول اهو الكابتن محمود الخطيب يتدخل ويمنع انه قفشه يرحل. لازم قفشه يجدد ويفضل في النادي الاهلي، لازم قفشه يجدد ويفضل في النادي الاهلي حتى لو يختم حياته الكرويه في النادي الاهلي، انما قفشه لا يرحل عن النادي الاهلي بشكل نهائي. انا كهربا ما عنديش مانع، يعني شوف كهربا ولعبه اداء كان كويس، انما يعني ما بنلحقش مع كهربا. تخلص مشكله نلاقي مشكله، تخلص مشكله نلاقي مشكله. فكهربا لا يعني عادي ممكن يرحل، انا ما عنديش مانع. طاهر محمد طاهر، بالنسبه لطاهر محمد طاهر برضه انا ما عنديش مانع انه يرحل. ده انا بقول ارائي طبعا، انت تقول انت يعني مش في ايدك قرار ولا حاجه، انت بتقول رايك ليه، انما انا بقول رايي الصراحه بس. انما قفشه لا، قفشه يعني كل جمهور الاهلي موافقنا على الراي ده ان قفشه ما يرحلش. بالنسبه لخالد عبد الفتاح يعني ده برضه عيب كولر. انا ما زلت متمسك ان كولر عنده يعني حاجات سيئه كتير، في لعيبه كتير جنى عليها، زي اللاعب زي خالد عبد الفتاح، زي كريم الدبيس، زي كريستو، زي رضا سليم. اللعيبه دي عندها كتير، واللعيبه دي كلها ستايلها حلو. اللعيبه دي لما شفناها اول ما جم وهم لسه فريش وجم من النادي الاهلي كان ادائهم عالي جدا. انما انت ان بركنتك ليهم لفتره طويله اثرت على اللعيبه دي، وانت ما خدتش او ما خدتش خطوات ازاي ان انت تحافظ عليهم وجاهزيتهم. انت جهزت خالد عبد الفتاح ولعب الماتش اللي فات ما شاء الله عليه يعني. فاما نشوف يعني في خلافات ما بين لجنه التخطيط وبين كولر على الاداره بالشكل ده وعلى اللاعبين، لانه كمان دلوقتي بالنسبه لبيرسي تاو دلوقتي يعني بيقولوا ان هو بيتحجج ان هو مصاب وان هو مش مصاب، لا ولا حاجه. لكن اللاعب يعني طبعا زعلان، او زي ما بيقولوا كده واخد على خاطره يعني ان هو اتركن. ده يعني المفروض كولر ازاي توفق الحاجات دي مع اللي انت عايزه، مع التدوير مع الحاجات دي. انما في لعيبه انت بتعدمها خالص، زي ما برضو انت دلوقتي برضو ركن، لكن ما طولش لسه محمد هاني في البدايه، بس انت ممكن كده تعدم اللاعب برضه. فالمفروض ان لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب يكون لهم دور في الموضوع ده. وزي ما قلت انا كان نفسي يجي مدرب صن داونز اللي خده الوداد المغربي، كان نفسي يجي يدرب النادي الاهلي مدرب صن داونز. والله يعني ما زلت عند رايي كولر ممتاز، خططي ممتاز ما انكرناش، لكن مدرب صن داونز مكوينه حاجه تانية الصراحه. كان مع النادي الاهلي الراجل ده يعني مكوينه باقل تكاليف كان هيعمل حاجات محترمه وحاجات ممتازه مع النادي الاهلي، عكس كولر. عكس كولر اللي حاطط في السماء، ودلوقتي بيقول لهم يعني انا بعد مباراه بيراميدز الاخيره اللي جايه يعني هقول لكم على اللعيبه الراحلين، ولو حد جاي له عروض انا ما عنديش مانع
فانت يعني لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب يكون في سيناريو لخروج اللعيبه، حتى اللعيبه اللي هتخرج، لان اللعيبه دي ادت مع النادي الاهلي، عملت تاريخ مع النادي الاهلي، ممكن عادي تخرجها، بس اللي هو يكون اللاعب خارج بحب. مفيش لعيب يخرج كاره او يخرج ويحس بشيء من الغدر او حاجه، لا، يكون في طريقه وفي اسلوب وفي كيفيه اداره خروج اللاعبين او بيع لاعبين او اعاره لاعبين، عشان خاطر تفضل اللعيبه دي مدينه للنادي الاهلي، وطبعا خير الاهلي عليهم. لكن برضو النادي الاهلي زي ما احنا عرفنا ان الكابتن محمود الخطيب خد قرار بالتجديد لعلي معلول وبالتجديد لابو ليلى عمرو السوليه. ف يعني الكابتن محمود الخطيب انت حاسس اهو، ورغم ان كولر قال للكابتن محمود الخطيب انا ما عنديش مانع، وانه في رحيل علي معلول، وكابتن محمود قال لا، علي معلول هيجدد. يعني ترضى يا كولر ولا ما ترضاش، ولا ما ترضاش، علي معلول هيجدد، مع ان كولر موافق على عمرو السوليه. يعني شوف حاجه غريبه يعني. فالراجل ده الواحد يعني مش فاهم دماغه ايه حكايتها يعني. عندنا دلوقتي برضو خبر انه نادي الزمالك يفاوض محمود ممدوح، مش عارف هو محمود ممدوح، اظن مهاجم حرس الحدود، عايز يجيبه. بيتفاوض على ضم اللاعب، وبيفاوض بيراميدز على محمود صابر، ومحمود صابر مرحب عايز يروح نادي الزمالك. بس بيراميدز والزمالك مختلفين، ولاد عم بقى، مختلفين على البيع او الاعاره. الزمالك عايز يبيع نهائي، وبيراميدز متمسك بالاعاره بس. كانت اخبارنا النهارده لحضراتكم. ما تنسوش يعني تنسوناش من صالح دعائكم، وما تنسوش تدعوا اخواتنا في غزه، ما تنسوش تدعوا اخواتنا في غزه، سواء عجبك الفيديو او ما عجبكش. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.